يعني هو بالعقل وبالمنطق كده واحد مسلم وعربي وأفريقي يرفع علم فلسطين قدام المليارات دي كلها، والموضوع يعدي مرور الكرام كده كأن مفيش حاجة حصلت. احنا بنتكلمش ان هي نظرية مؤامرة وان انت بس خارج علشان نظرية المؤامرة. في عوامل كتير، بس من اهم العوامل ان واحد مسلم وعربي وافريقي يرفع علم فلسطين ويناصر القضية الفلسطينية في أكبر حدث في العالم، والموضوع يعدي مرور الكرام. طيب لما منتخبات كبيرة تخرج زي البرازيل وألمانيا وبعد كده البرتغال وكريستيانو يخرج، وفي نفس الوقت ينفع ميسي يخرج من نفس الدور، طيب العالم المادي هيبيع ازاي؟ هيسوق ازاي للماتشات اللي جايه؟ مين باقي اصلا علشان يسوقوا له؟ وعلى فكره انا مش بقول ان احنا اتغلبنا بس علشان الحكم، بس لا، احنا اتغلبنا علشان الحكم وعلشان الفار وعلشان الفيفا، علشان حاجات كتير، علشان حاجات كتير. بس هل احنا ما كانش عندنا غلطات في الماتش؟ عندنا غلطات في الماتش، عندنا سلبيات، عندنا سلبيات، عندنا فنيات ممكن نتكلم فيها. اه طبعا 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 بدون شك، خصوصا لما تبقى كسبان 2-0 لحد اخر 10 دقايق اكيد. بس اللي انا عايز اقوله بقى في الاخر ان اهم حاجة نطلع بيها من اللي حصل ده ان احنا نقدر مش بس في الكورة، مش بس ان احنا نقدر يكون عندنا منتخب قوي وينافس اعلى المنتخبات وممكن ناخد كاس العالم نفسه. احنا نقدر في كل المجالات، في كل المجالات. احنا عندنا المقدرة وعندنا القوة ان احنا نقدر نعمل اي حاجة ونوصل لأي مكان. الفكرة بس ان انت تصدق في نفسك وتآمن في نفسك ان ربنا مديك الامكانيات ومديك القدرات، انت بس اشتغل واجتهد وملكش دعوة بحاجة. تقدر تعمل اي حاجة، تقدر تنافس اي حد، تقدر توصل لأعلى الأماكن. وزي ما في واحد مصري اسمه محمد صلاح قدر يوصل لأعلى الأماكن على مستوى العالم، ممكن كل واحد فينا يبقى زي محمد صلاح بس يصدق في نفسه. اللي حصل امبارح ده، اللي حصل امبارح يقول ان احنا نقدر نعمل اي حاجة ونوصل لأي مكان. وفعلا ارفع راسك فوق، انت مصري.